السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مهاجم الاهلي. النهارده حابب اتكلم عن كام توبيك كده، اهمهم طبعا بعد ما شفت ردود فعل الزملكاويه امبارح، خاصة النخبة الزملكاويه. انا مش بتكلم على جمهور الزمالك، كلامي دايما موجه للنخبة الزملكاويه. فبعد ما شفت ردود الفعل بتاعتهم امبارح على ماتش الاهلي والبنك الاهلي، وشفت ان ده ايفيدنس ودليل قاطع على فكرة بتدور في ذهني من فترة طويلة كده، وهي ان في بعض النخبة الزملكاوية عاملة لوبي وبيمشوا بنفس النهج بتاع الصهاينة في نشر افكارهم او في الكذب والتدليس وسرقة التاريخ. ليه انا بتكلم كده وليه انا بتهمهم الاتهام ده؟ ان هم ماشيين على نفس النهج ده كفكر يعني وكتنفيذ لمخططاتهم. يعني لما اجي ابص مثلا ان قضيه زي قضيه نادي القرن، او فكره ان الاهلي بيكسب بالتحكيم او بطولاته حرام او كتير من الكذب والتدليس واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان ده هنعمل فيديو لوحده، ايه اسباب ليه هم بيعملوا كده يعني. بس الحقيقه ان اهم نقطه حابب اتكلم فيها ان انا لازم اعمل هايلايت كده على ان الناس دي بتسرق تاريخك كنادي اهلي، بتشكك في مستقبلك بتشكك في الحاضر بتاعك، وبتحاول ان هي تهدم المستقبل بتاعك. وبالتالي كان لازم انبه اخواتي الاهلاويه لامور زي ديت. طيب احنا لما نيجي مثلا نشوف الصهاينه عايزين ان هم ينشروا فكرة معينة او يروجوا لتدليس معين او لفكرة معينة، بيعملوا ايه؟ بيمشوا على شوية خطوات. اول حاجة تلاقيه بيرمي الفكرة رمي بسيط كده، حد يطلع بالفكرة يرميها في برنامج، يرميها في بوست، يرميها في حاجة، لكن مش بيأكد عليها ومش بيتكلم فيها بقوة. بعد كده تلاقيه داخل في ستيب تانية كده، ان هو يبدأ يناقش الفكرة دي، يحطها في حيز المناقشة. الاول بتترمي من غير مناقشة، تترمي على مذيع يرميها في وسط الكلام، يرميها على اكاونت سوشيال ميديا، يرميها في صحيفة، يرميها في حاجة، بس الناس تبدأ بس تسمع معاها كده، ايه، يشوفوا نظرا كده من غير مناقشة ومن غير تفكير، يشوفوا الفكرة دي. بعد كده يبدأ ان هو يناقشها، يجيب محاور يناقشه ويدخل يعمل مناقشة على السوشيال ميديا. بعد كده يبدأ يخش في مرحلة البجاحة. بس قبل مرحلة البجاحة دي بيمشي بيعمل ستيب تانية، ايه هي؟ بيخلي عدد كبير جدا من الناس وفي فئات مختلفة تبدأ تتكلم في نفس الفكرة دي. يعني يخلي صحفيين ويخلي منتميين ويخلي بلوجرز ويخلي مش عارفين، ناس كتير، عدد كبير كده من الناس تبدأ ان هي تتكلم في نفس الفكرة. بعد كده يدخل في مرحلة البجاحة، يبدأ ان هو يناقشك ببجاحة ويهاجمك ويطالب بتنفيذها. اخر مرحلة بقى مرحلة الاقتناع التام، يبدأ ان هو يجمع حواليه مجموعة كبيرة من المقتنعين بهذه الفكرة واللي اقتنعوا بيها وخلاص اوكي، ويبدأ يدافع عنها ويستخدمها كعقيدة عنده، وهو نفسه بيكون اقتنع بها اقتناع تام، يعني بيكذب الكذبة ويصدقها. طب تعال نشوف ايه اللي بيعمله الزملكاويه. هو في الاول خالص يرمي لك كده على استحياء فكره نادي القرن الاهلي سرقه، تمام، او فكره ان نادي القرن كان المفروض يروح الى الزمالك، يرميها الاول على استحياء. بعد كده يبدا ان هو يناقشها على استحياء برضه من غير بجاحه، يناقشها معاك يشوف رد فعلك هيبقى عامل ازاي. بعد كده يخلي بقى ينشر لك اللوبي بتاعهم اللي هم مجموعه من البلوجرز، بعض الصفحات اللي ماشيه وراهم او المتاجره، اللعيبه قدامى منتمين لنادي الزمالك، صحفيين، اعلاميين، يبداوا ان هم يناقشوا كتير 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 الموضوع، ويبدو في ظاهره ان هو بيتناقش بحياديه. بعد كده يدخل بقى في مرحله البجاحه، تلاقي واحد زي ماهر غريب بتاعهم ده طلع يقول لك دي سرقه القرن، ودي اكبر سرقه في القرن العشرين وكلام كبير خالص يعني. يبدا يتقال بعد كده، يبدا الموضوع يتحول عند الجماهير وحتى عند بعض اللوبي ده او النخبه دي لعقيده وقناعه تامه ومقتنع بالكلام اللي بيقوله. هكذا بقى تيجي تمسك نفس الكلام ده على ماتشات الاهلي بيتجامل من الحكام، الاهلي ننوس الدوله، الاهلي بيطبق ما بيطبقش عليه لوائح، كذب كتير كتير كتير. يبدا
بوستة ويبدأ بكلمة بسيطة ويبدأ لحد ما يوصل لقناعة، لدرجة ان هو ترد عليه ما بيشوفش. يقعد رجل القش مع مع سيد عبد الحفيظ يرد عليه ويقول له انت حصل معاك كذا 1 2 3 4، كان المفروض تتعاقب، واتجاملت في 1 2 3 4، واتجاملت في هو ما بيسمعش ده. هو بيسمع مش يعني طب انا لدرجه ان انا بيبقى نفسي اقعد اتناقش مع حد فيهم وما اطلعش من البوينت اللي بنتكلم فيها غير لما يرد عليا. يعني رد عليا، انا بقول لك انت اتجاملت في دي، رد معايا لحد الاخر، ما سيبوش لحد ما يرد. لا هو ما بيردش، هو بيعمل سكيب للنقطه اللي انت رديت عليه فيها، ويبدا يخش في حاجه تانية وثالثه ورابعه وخامسه وهكذا. ده اسلوبهم يعني. لذلك كنت عايز اتكلم النهارده على بعض السكرينات اللي شفتها امبارح. انا اختصرت يعني، جبت سكرين ملخص لكتير جدا من الصفحات والزملكاويه ناشرينه، وانا بكرر تاني ان كلامي مش للزملكاويه لان هم مضحوك عليهم الجماهير العاديه، انا كلامي للنخبه المدلسه. زي مين مثلا؟ زي واحد اسمه معتز شمامه، كاتب بوست على او تويت على تويتر، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوقت الضائع انتهى، لكن حكامهم اعطوهم وقت مفتوح حتى التسجيل كالعاده. تمام، ده البوست بتاعه. فانا يعني الوقت المفتوح ده اللي هو 33 ثانيه يا شمام، هي الوقت المفتوح انت بتتكلم عن 33 ثانيه؟ هو ده اللي انت قصدك عليه؟ يا اخي يعني ربنا يديم عليك الكذب والتدليس والنطاعه اللي انت فيها، من اكبر انطاع الزملكاويه الاخ ده. يعني زي ما انت شايف التويته كاتب فيها ايه؟ منتهى التدليس والكذب والسفاله. يا راجل 33 ثانيه كده ان الحكام بيدينا وقت مفتوح، 33 ثانيه الوقت مفتوح لحد ما نسجل. يعني بغض النظر عن ان ده حقي وقتي الضايع، لان انا كان حصل وقت في الوقت الضايع حصل تبديل وحصل انذار للعيب، فبالتالي انا محتاج اخد الدقيقه ولا 30 ثانيه اللي ضاعت دي، محتاج تتعوض لي. يا راجل انت عمرك شفت حكم الكوره تبقى في الثلث الاخير من الملعب وانا في هجمه وبيصفر؟ لو حتى في الدقيقه العاشره بقى في الوقت بدل الضايع. وزي ما انتم شايفين اصلا ردا برضه عليهم، ده الزمالك في ماتش سيراميكا برضه كان في الحكم مديهم 12 دقيقه وقت بدل ضايع، وهو مدي 4 دقايق بس لحد ما الزمالك سجل. بس تقولي في البجاحه والكذب والتتليس والنطاعه بتاعتهم، والزملكاويه بيصدقوا الكلام ده. تيجي تشوف واحد تاني من البلوجرز بتاعتهم او الناس المشهوره عندهم، برضو واحد من كبار المدلسين ومن كبار الحقدة والكاذبين بتوعهم، هو بيرد ان هو بيقول لك بامانه قوه لجان الاهلي بانت فعلا في قصه اقناع الجمهور ان اللوائح اتغيرت وكده، وان جمهور الاهلي بيمشي زي القطيع ورا الناس دي ويصدقها. فهو كاتب واخد السكرينه دي وبيقول لك اهم جمله في التويته هي جمله ناس عاوزه تصدق، هم مش هيفكروا، هم هيصدقوا. انت قول بس هم هيقولوا امين. القصه مش تفكير، لانه التفكير ممكن يطلع بنتائج تخليه يشك في النادي منتمي ليه. فهو بيستسهل الكذبه ويصدقها عشان ما يديش نفسه فرصه يفكر اصلا في حاجه، وهي بلا 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 كلام فاضي طبعا من كلامهم المعتاد اللي احنا متعودين عليه. برضو زي ما انتم شايفين نفس الكذب والتدليس وقله الادب والنطاعه. يعني هو هنا بيتكلم على قرار لجنه التظلمات. يعني انا عايز افهم حاجه بس، يعني يا راجل يا عاقل يا مقتنع اللي بتفكر، لائحه السنه اللي فاتت كانت واضحه وصريحه والبند صريح جدا، وبيقول لك اللي ما يحضرش المباراه يعتبر منسحب ويطبق عليه 1 2 3. اذا انا جاي اللي هو طه عزت الزملكاوي يعني جاي احط لائحه جديده وعايز احتفظ بنفس البند ده زي ما هو من السنه بتاع السنه اللي فاتت زي السنه دي، ايه اللي يخليني اروح اغير في صيغه البند؟ يعني ما هو البند واضح، ايه اللي يخليني اغير في صيغته اذا كنت كده كده انا عايز اوصل لنفس النتيجه بالمنطق بالعقل؟ تاني حاجه، انا عندي طرح حابب اطرحه وهو طرح منطقي جدا وليه الايفيدنس والادله بتاعته. ان انا عندي اخر 10 سنين اكتر فريق انسحب من المسابقات سواء دوري او كاس او سوبر او ايا كان هو نادي الزمالك، واللي حاطط اللائحه دي هو واحد زملكاوي طه عزت معروف ان هو زملكاوي. فبالتالي من حقي ان انا اروح للراجل ده واتهمه ان هو عمل البند ده كمجامله للزمالك، لان هو النادي الاكثر عرضه للانسحاب، لان هو الموضوع اتكرر معاه كتير في خلال السنين اللي فاتت، وبالتالي حد يجامله فحط البند ده، لكن انقلب السحر على الساحر والبند في الاخر خدم النادي الاهلي. فيجي المدلسين والكذابين والانطاع يقولوا لك ان النادي الاهلي بيتجامل والبند محطوط عشان خاطره وان جمهور الاهلي قطيع. احنا برضو اللي قطيع يا راجل، احنا برضو اللي قطيع.
دي بس كانت حاجة حابة اوضحها في الامر ده. حبيت بس ان انا اخد ايفيدنس. ليه؟ لان التويتات والحاجات اللي انتم شايفينها دي، وادي ماتش امبارح، ده اكبر دليل على الكذب والتدليس. هو طرح الموضوع في تويتر، او هم طرحوا الموضوع في تويتر، على تويتر وعلى فيسبوك وحاجات كده. بعد كده يبدا الموضوع يتناقش في الشاشات، ويبدا مجموعه كبيره من الناس تتكلم عليه ان الاهلي ما كانش له حق ياخد ال 33 ثانيه. شوف البجاحه يا اخي، بيتكلم على 33 ثانيه، وان الاهلي واخد الدوري ده حرام عشان خاطر الحكام بتجامله عشان ال 33 ثانيه. تمام. وبعد كده الموضوع معاهم بعد سنه واتنين اتحول ان هو بقى حقيقه وقناعه ان الاهلي في دوري 2024 2025 ده اتجامل من الحكام، والحكم اداله وقت زياده. ده بس دليل قاطع كده في وقتنا الاني وحاليا موجود اهو على حاجه بتحصل واحنا موجودين شايفينها بعينينا لاسلوبهم اللي هم بيعتمدوه دايما. شكرا، واتمنى ان شاء الله نروح نعمل لايك على الفيديو، نعمل سبسكرايب للقناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وغزه، وان انتم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.